السلام عليكم، حلقة جديدة طبعا. يوم شوي المحمية. طبعا هنا عندنا هاي النثية، هاي البيضة مبيضة بهذا العش الجواها، وراح نخليهم مواد تعشيش. طبعا عندنا هاي النثية جاي تدخل هاي البياضة، هم تريد ترجع تبيض والحمد لله. طبعا اليوم راح نسوي فتح أحشاش. طبعا أول عش راح نفتحه مالت الكوكتيل، ونشوف اللهم صل على محمد. طبعا أفراخ اثنين فوقساته وبقت بيضتين مالت الكوكتيل. هاي ان شاء الله بشارة خير. وعندنا ثاني عش مال هذا الهاجرمات، هم بعتهن بداية توالف. وعندنا والله هذا العش هم خليته هنا عن الفناجس. شوفوا الاحشاش الباقي. هذا عش كان بطيور الحب بزرات. هذا العش جاي لمن بيه هسه الفناجس. هذا العش اشوفه وان شاء الله خير. طبعا هذا العش بالفيديو السابق قلت لكم وصلات 2 بيضات، هسه الحمد لله بفضل الله وصلات 4 بيضات. عندنا هذا العش الثاني بعد المالامات بيه. وعندنا هذا العش مال الكارتون ومال الاندومي، طلع لنا فراخ راح نفرشه. شوف قد لامات بيه، هنفرشه كامله وشالكم. توقعوا ان هذا كله لامات الفناجس هنا بهذا البيت كان البيضات بيه. هذا كله لامات الفناجس. طبعا هذا نفس ما تشوفون فككنا هذا كله على ود يرجعني لمن بيه. هذا من الحبيبات. هاي هنا خليت لهم الشوفان يعني يعطيهم ضخامة واحسن، يشبعهم لان جوا هنا فراخ، فالشوفان احسن لهم على ود يزق الافراخ. طبعا هاي الصفحة من المحمية راح اخليها كوارتين على مود البرودة تنحجر كلش جوا، يعني تظل جوا البرودة ما تطلع، لان هسه البرودة جاي للمحمية وتطلع. راح اخليها كلها كوارتين احتمال، واجيب من هذا السيل الاخضر واخلي هاي الصفحة وهاي الصفحة. هاي هنا اليوم الثاني اللهم صل على محمد. طبعا البيضة الثالثة فقست، هاي تقريبا صار ساعة ساعتين، وان شاء الله المقاطع الجاية نسوي كم يعني وهن جاي كبرين وان شاء الله خير. وفضلنا طبعا هذا احتمال يمكن يتزاوجن ما شفتهم، بس انه جاي يتقربون على البياضة وجاي يتزاققين ويوقفوا باع على بطن البياضة، ان شاء الله بداية تزاوج ويشوفوا لنا خيرا. هذا بعد ما شلته والله، بس والله ما شاء الله. هاي لامات بطنه وبيضات اول بيضة، هذا الثاني هم لامات وبعدهن. واهم شي ان شاء الله يهم طبعا الحبيبة. طبعا مسوي جو شوي حلو بالمحمية بارد. راحت هذا نطلع من دخلت الكوكتيلات، هاي ابناهن همه. راحت هاي الفناجس هم البيضات. هاي النثية بيضت البيضة، والنثية الثانية وينها والله؟ هاي النثية الثانية العسلية طارت، وان شاء الله خير. الاخبار الانتاج ان شاء الله تبشر بخير بالمحمية. طبعا هم الماي نسينا، هم خل نفتحه. هاي بيها ماي يعني زين، بس خليه ينترس احسن افضل. طلعت هنا هذا الزرع طبعا ما شاء الله كبر متسلق، بس حرامات هاي شي ما خليت لهن شي. هاي وهاي ما اكلتهن الطيور، يعني كبرن والله الزرع ووصلن هيش مستوى، وحرامات اكلتهن الطيور. راح ازرع من جديد واجيب عن الشبك عود هاي كبرن احسن. عندنا هذا هم الورد، ورد يصير لونه بنفسجي هم كبر. وعندنا هاي جاي يطق من جديد، جاي يطلع هم بالشمس، وان شاء الله راح نجيب بعد شتلات هنا. هاي الصفحة راح ازرعها كلها، اسوي هنا هم هنا راح اسوي مكان للدجاج الكوشن، وراح ازرع هاي الصفحة او نسوي بيها شي جديد. شنو تقترحون؟ وعندنا هذا الدجاج الباروني. طبعا قبل شوي اعطيتهم وجبة مال تمن، وكان جاي ياخذن بلت هسه، وما شاء الله احجامهن اللهم صل على محمد صار انفد شي. شنو رايكم بيهن؟ وهذا الني طيور الحب. طبعا هاي النثية هنا وصلت هسه 3 بيضات، وهذا فحلها هذاك اخر واحد.
وهذا النحل جاي اصلا بياضة بس بعد الماء بيضات. هاي البياضة وان شاء الله خير. هسه وصلت 3 بيضات وان شاء الله تكمل 4 5. طلع هاي فحل هالتركيبة. شنو رأيكم؟ هسه نخلي هنا طيور الحب وبالنص الثاني ونخلي الدجاج الكوشن. طيور الحب نسوي خانات ونجيب حمام ملك هنا، لو الحمام الملك نخليه بالمحمية ويا الفناجس والكوكتيل. وشرفنا ضيف جديد بالمحمية الجاوا فينش. ان شاء الله المقطع الجاي راح اجيب له خانة كبيرة واجهز وضعيته للتزاوج. شنو رايكم بالجاوا فينش؟ منو منتج من عنده منو ما منتج من عنده؟ وان شاء الله المقاطع الجاية بين مقطع ومقطع ومقطعين راح اجيب ضيف جديد للمحمية. هواي من الاخوة جاي يراسلون يريدوا طيور بس سريعة بالانتاج، فانا انصحكم انتم اذا تريدون انتاج سريع الزيبرا فينش. الزيبرا فينش كلش حلو، وانصحكم تجيبون مو العادي، تجيبون الجامبو سعره تقريبا 25 او 20 وكلش حلو، تبزيره حلو ويحب الجماعات. واذا تحبون اسوي لكم حلقة عن تصنيفاته وحلقة إلى كاملة هي عن تصنيفاته واحجامه واسعارهن. ونثيان الفحل تبين النثيان الفحل بالمقارن. النثيان يكون من قارها برتقالي والفحل لون احمر. هسه راح اعرض لكم صورة توضيحية. وانصحكم بالجامبو او سوبر جامبو اذا امكانية مثل 3 ازواج سوبر جامبو فشي انتاجهن. هاي اسرع طيور يعني تنتج عندكم. كل ما قوة هم مستوى مالتهن يعني يقل الانتاج، مو عبالكم نفس العادي او الجامبو انتاجهن فيقل. كل ما الطير قوة مستواه الانتاج مالته يضعف يعني يقل، مو مثل العادي. مثل طيور الحب مو الانجليزي تبزيره شوي نحس. الطيور الحب الانجليزي، طيور الحب العادي لا تبزيرهن سهل. وهيك الجاوا فينش مثل الجاوا قصدي او الجولدن فينش همه. وكل انواع الطيور اذا تحبون مثل يا نوع الطيور تحبون اشرح لي. ولي هنا وصلنا وياكم بنهاية الحلقة. ان شاء الله استمتعتوا بالحلقة، اتمنى الاشتراك وفي الله.